ناس كثير قبل ما تشتري العسل تحتار ويش من نوع يناسب صحتها. بشرح لكم شرح مبسط ودقيق على كل نوع، إيش الفائدة منه والقيمة الغذائية. عسل السدر اليمني الفاخر من وادي دوعن، عسل ممتاز جدا لتقوية المناعة بشكل عام للكبار والصغار. الناس اللي يلعبوا في الجيم ينصح فيه، الناس اللي تعاني من الخمول الكسل ينصح في عسل السدر اليمني. الآن عسل الصال اليمني، هذا يعتبر عسل نادر جدا. العسل هذا يعتبر حار، يعني ممكن تأكله زي أي عسل ثاني كطعم، لكن بعد دقيقة من استخدام العسل هذا تبدأ الحرارة في الحلق وفي الصدر، وقد ممكن يعني يدي لك بطنك شوي إذا كنت مثلا في مشاكل في البطن. طبعا ينصح فيه للناس المدخنة، الناس اللي عندهم مشاكل في الجهاز التنفسي، البلغم، كوفيد، انفلونزا اي، الكحة، ممتاز جدا وناس جربته واستفادت بشكل كبير وننصح فيه. عسل السمر اليمني، عسل السمر هذا يعتبر من الأعسال الغنية بالحديد والمعادن. العسل هذا يستخدم للناس اللي عندهم مشاكل في المعدة، عندهم مشاكل في الكبد، فقر الدم. العسل هذا يعتبر ممتاز جدا لهم. احنا في ديفاين دروب، إذا تحتاج أي استشارة قبل شرائك للعسل تواصل معنا على الواتساب أو على رقمنا الموجود في الشاشة، وراح نفيدك ونجيب لك العسل اللي راح يفيدك بإذن الله. بإمكانك الطلب الترايو الثلاث الأنواع في موقعنا الإلكتروني وعليهم خصم في الموقع، وعليكم بالعافية جميعا.